بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة في مسجد فيها قبور، فيها أضرحة، هل حرام؟ قطعا مش حرام. ليه؟ أنت بتبقى رايح تصلي في المسجد، وبعد ما بتصلي بتروح تزور الضريح الملحق بالمسجد. أنت مش رايح تصلي لصاحب القبر عشان نقول إنها فيها شرك. هذا في رأيي تزمت. سيبكم من المتجاوزات اللي بتحصل جوه، ويا يا 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 حسين اعمل لي كذا، ويا يا ستنا نفيسة اعمل لنا كذا، ويا سيدة زينب اعمل لنا كذا. الكلام ده تجاوزات، دي غلط. احنا بنتكلم على جواز المسجد في هذه المساجد. وده بقول لي دليل الكلام ده؟ طبعا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اما النبي عليه الصلاة والسلام اتدفن، الانبياء بتدفن مكان ما توفت، فاتدفن في اوضه السيده عائشه. وكان الصحابه على مدى سنين طويله كانوا بيصلوا في المسجد. هيقول لك دي خصوصيه للنبي. لا، ما سيدنا ابو بكر مات واتدفن في نفس المكان، وفضل الناس تصلي في مسجد النبي وتزور. سيدنا عمر نفس الكلام. فدي مش خصوصية للنبي ولا حاجة. أول واحد قال إن ده شرك خفي والكلام ده الإمام ابن تيمية بعد قرون طويلة. ثم إن الحديث اللي بيقول لست أخاف عليكم الشرك من بعدي ولكني أخاف عليكم من الوهن. يعني هو النبي عليه السلام بيقول أنا مش خايف منكم الشرك، مش هتعبدوا، مش هترجعوا تعبدوا أصنام تاني يا جماعة بعدي، لكن أنا بخاف عليكم الوهن، واللي هو حب الدنيا والنساء وهذه والملذات والكلام ده. فأصلا مفيش شرك هيحصل تاني. شرك يقول لك ده الشرك الخفي انت مش حاسس بيه. لا، انت نيتك بتبقى متجهة، بتصلي ربنا سبحانه وتعالى وتزور آل بيت النبي عليه السلام، زي أولياء زي الإمام الشافعي اللي ربنا كرمنا بيه في مصر، وهكذا. لكن مفيش شرك ولا حاجة. ده رأيي يعني، وده رأي كتير من العلماء. طيب، برضو نحكي حاجة لطيفة. الإمام محمد عبده كان معاه شيخ من شيوخ السلفية، فكان بيحضر أحد الاحتفالات بسيدنا الحسين، فهو كان متشدد شوية، ورأيه ان الزيارات دي وما بيحبش التجاوزات دي. فجه واحدة يعني بتعمل تجاوزات في المسجد بتاع الحسين وهي بتزور. فقال لها انت بتعبديه ده على سيدنا الحسين، يعني انت بتعبديه؟ قالت له استغفر الله العظيم، بتعبده ليه؟ هو كان لابس اسود كده. ما تقولش كده، ثم انت لو قسيس ايه اللي جابك في المسجد هنا؟ فالشيخ محمد عبده ضحك وقال كفرتها فكفرتك. فدي لطيفة من اللطائف، ان مهما حتى الناس اللي بتغالي دي يا جماعة نيتها سليمة. صحيح هي غلط، المغالاة والتجاوزات اللي بتحصل في الأضرحة دي غلط، ولكن كلها بنية صافية، ومحدش ناوي يعبد حد ولا الكلام ده. وحب أهل البيت من حب النبي عليه السلام، وبيوصلك للنبي عليه السلام، وربنا يرزقنا حب النبي عليه السلام وآل بيته. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.